السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا عليه يا البنات، إن شاء الله كامل تكونوا لاباس. عزيزاتي المشتركات، نرحب فيكم في فيديو جديد. اليوم كما العادة نجاوب فيه على كامل تساؤلاتكم، واللي أول مرة يشوف قناتي أو تشوف قناتي نتمنى أنه يشترك فيها، وإن شاء الله تعجبه ويلقى فيها كل ما يهمه. إن شاء الله راح تكون قناة متنوعة. انا البنات ركزت لكم على الفيديو هذا تاع الخياطه لانه فيديوهات تاع الماشينه هما اللي جاتني عليهم اكبر تساؤلات وجاتني عليهم اكبر تعليقات يعني. والبنات اللي حابين نبداو في الطرز، انا اكيد يا بنات انا عند وعدي، لكن حبيتكم تفهموني برك على واه ما بديتش. كل ما نجي ندير فيديو طرز الاول، يعني الخطوات الاولى لتعلم الطرز، نلقى تساؤلات اخرى من بنات مبتدئات. لازم انه ندير لهم نركب الماشينه البياسه تاع الخياطه باش نقدر نوضح لهم الاجابات على تعليقاتهم. وكما تعرفوا البنات، ماشينتك ما لازمش تبقاي دايما ترجعيها طرز خياطه طرز خياطه، لانها تفزد. وانا على جالكم البنات، راني نحيتها، كانت تاعي مخليتها طرز، وعندي ماشينه اخرى يعني مدايرتها صغيره للخياطه برك. قلت حتى نجاوب على تساؤلات البنات وندير الفيديوهات هذه توضيحية أكثر يعني. ونبداو إن شاء الله مع بعضنا، نعطي لكم الخطوات الأولى لتعلم الطرز. نبداو مع بعضنا خطوة خطوة إن شاء الله. فقط واش حنقول لكم، منه كاينه تساؤلات البنات ما نقدرش نجاوب عليهم في كومنتير هكاك برك، ما نقدروش يفهموني، لازم ندير لهم عليهم فيديو توضيحي اكثر. كما عزيزتي المشتركه هذه يعني طرحت عليا سؤال، قالت لي كي تعود واجهت اشكال تاع القماش انها كي تخيط ما يمشيش القماش بسهوله، تضطر انها تجبدو باش يمشي لها القماش. ان شاء الله تفهميني برك في هذا يكون واضح. هو هنايا انا ما قدرتش كيفاش نقول لك نوصف لك مكانه او نسميه لك، يعني هو المشكله هنا اختي العزيزه. هذه هي هنايا اللي تتحكم منا في الرجل هنايا، يا اما تكون مشبوحه خلاص على القماش، يا اما ترخ فيها دوري. كي تدوري ترخ فيها تترخف وتتهز هذا الرجل درجة الضغط تاعها على القماش، يعني تحكمي فيها من على حسب نوعية القماش اللي راكي تخيطي فيه عزيزتي. ان شاء الله تكوني فهمتيني. اكيد كيما نلقاو القطيفه، يعني كي تبغاي تخيطي القطيفه وهي هكا على زوج وتنيها، اكيد السمك تاعها يختلف عن قماش اخر. مثلا البيزو مهما ثنيتيه على زوج او ذاك حيكون يعني ماهوش كيف كيف. انتي تتحكمي منه هنايا في درجتها. كي تدوري كي تدوريها هكا راهي تترخف، وكي تدوريها هكا راهي تتشبح. وانتي شوفي اختي، جربي وشوفي حتى يكون القماش يمشي لك بسهوله، لانها هي اللي تتحكم في الضغط تاع الرجل على القماش تاعك، ما عندها حتى دخل يعني بالسنين لتحت. وعلى حسب نوعية القماش تاعك حتكون هذاك. هذه هي هذا هو. ان شاء الله تكوني فهمتيني عزيزتي. وكاينه تساؤل اخر، وحده سالتني على نوع تاع البرا. نوعيه البرا انا دائما نستعمل في هذو اللي جاو معاها، هذو الاصليين اللي جاو في الماشينه، هذو هما ان شاء الله يكونوا واضحين. انا ما غيرتش، لكن كاين بنات يقولون استعملوا رقم 16 راهو مليح، و18 الرقم تاع هذاك، وهما فيهم نوعيات. ونظن اللي يبيع لوازم الخياطه راح يشرح لك ويفهمك يعني كل رقم تاع برا او نوعيه ولي كاليتي اللي فيهم وكلش. انا ما بدلتش من هذا النوع اللي جا معاها. هذا هو يجهك.
ان شاء الله تكوني اما بالنسبه للاخت العراقيه اللي خلات لي كومنتار، يعني قالت لي هي اصلا ما عرفتش كيفاش تبدا تخيط بيها. آه، ان شاء الله ندير لك فيديو اخر كيفاش تبداي تخيطي بيها من الاول. وقالت لي انه كاين مشكل في الصوت. طبعا عزيزتي هذا النوع من الماشينة حيجي يعني فيه صوت، لكن كاينة ماشينة جي ام سي اخرى الموتور تاعها ما يديرش صوت، تجي يعني صامتة. لكن الصوت تاعها هو ازعجك في البدايه برك، لكن شوي شويه يعني راح توالفي بيه وتعتاديه وحيجيك عادي مع مرور الوقت فقط. ان شاء الله نكون فهمت تساؤلك عزيزتي من العراق. نرحب بيك ونرحب بكل مشاهدية من العراق حبايبنا يعني. عفوا. هذا هو، ونتمنى اذا ما كانش هذا هو تساؤلك تزيدي تحطي لي تعليق، وانا تحت امرك وفي الخدمة ونفهمك وهذا مكان. ان شاء الله تخليوا لي لايك ويعجبكم الفيديو وان شاء الله يا ربي. وفي امان الله البنات، سلام.